السلام عليكم. بصوا، يهود امريكا معلقين حبل حوالين منهاتن في نيويورك. طب ليه؟ بس قبل ما اقول لك، عايزك تعمل اشتراك للقناه عشان بجد اشتراكك ده بيشجعني وبينورني كمان، لانهم على حسب عقيدتهم ان يوم السبت المفروض ما يشتغلوش، والتفرغ للعباده وعدم الخروج من المنزل. ايوه بالظبط زي اللي جه في بالك كده، زي ما عملوا في صيد السمك ايه 65 في سوره البقره والايه 154 في سوره النساء. فعملوا حل اسمه الايروف، وهو تكبير البيت اليهودي وزياده المساحه اللي بيعيشوا فيها. كانوا زمان بيعملوا اسوار حوالين المنطقه اللي بيعيشوا فيها ويشتغلوا جواها، بس في عصرنا الحالي ما عادش في الموضوع ده موجود، فقرروا يبتكروا فكره جديده او تحايل جديد بمعنى اصح. فجابوا حبال وتقريبا يقدر ب 200 حبل ووصلوهم ببعضهم حوالين المنطقه اللي هم عايشين فيها، وبالتالي بقوا جوه المساحه اللي هم عايزين يشتغلوا فيها. تخيل معايا ان حتى الشريعه اللي هم بيؤمنوا بيها وبيقاتلوا عشانها مش قادرين يطبقوا يوم واحد فيها. سبحان الله، رغم ان جالهم الاسلام مخفف عنهم وما زالوا برضه بيتكبروا، عشان دي طبيعتهم وافكارهم. يخادعون الله وهو خادعهم. سلام.